السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس ده ان شاء الله هنعمل حاجة جديدة ومختلفة شوية. دلوقتي الدرس اللي فات احنا عملنا خلاص الشوز ديت، بس انا محتاج ان انا اخد منها نسخة تانية. انا عايز نسخة تانية عشان يبقى فردتين مش فردة واحدة. طيب دلوقتي انا لو قلت شيفت دي وخدت ده كده وربطته على محور الواي مفيش مشاكل، هيبقوا الناحيتين شمال. انت فاهم المشكلة فين؟ دلوقتي انا عندي رجلين الاتنين شمال، مش حد رجلين الاتنين شمال طبعا يعني. فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل ميرور، مراية. فعشان اعمل ميرور فبتروح من هنا كده من على موديفاير تقول له اد ميرور بالشكل ده. المرايه نزلت معاك بالشكل ده. لازم تبقى فاهم الميرور دي شغاله على اساس ايه. الميرور دي بتشتغل على اساس محور معين، بتقلب الزاويه على محور معين. تمام؟ يعني هي دلوقتي قلبت لك الاوبجكت الناحيه الشمال، يعني هو كان الاوبجكت الناحيه اليمين قلبته من الناحيه الشمال. طب ليه ما قلبتوش هنا؟ يعني ليه؟ ما انا كنت عايزه الناحيه دي عشان هي شغاله على الاكس. شايف؟ شغال على الاكس. طب لو قلت له على الواي وشيل الاكس حركها لي على الواي. طب على الزد حركها لي على الزد. بقت كده دلوقتي هي ايه؟ مقلوبه لتحت. بس ملاحظ حاجه، بس كده زد. تمام كده زد بس. طب ملاحظ حاجه لما قلت له على محور الواي وايه اللي حصل ده؟ هي اتحطت فوق نفسها على طول. طب ليه؟ لان المرايه دلوقتي مش هنا ومش هنا، لا المرايه دلوقتي في النص. فلو انت حاطط المرايه جواها هتجيب لك الجزء اليمين ده شمال والشمال يمين، يعني مش هتجيب كل ده الناحيه دي او كل ده الناحيه دي. فانت محتاج دلوقتي تقول له المرايه بتاعتي على انهي اساس. دلوقتي هو الطبيعي، هو هنا بيقول لك ميرور اوبجكت. الطبيعي طالما مفيش ميرور اوبجكت بيعمل هو الميرور على ايه؟ بيعمل الميرور على الاوريجن. بيعمل الميرور على الاوريجن. طب خلاص هات لي الاوريجن ده الناحيه دي. طب انا ما اقدرش اجيب الاوريجن الناحيه دي، او يعني مش اسهل حاجه اقدر اعملها، بس عندي اسهل ان انا اجيب المش الناحيه دي واسيب الاوريجن في النص. صح كده؟ بس خليني بس الاول يعني اخفي ده. ايوه انا عايز اجيب الاوبجكت ده يمين، ده يبقى الناحيه دي عشان الشمال تبقى هنا. فهعمل ايه؟ هدخل على الايديت مود، سيلكت اول، واسحب ده كده شمال او يمين، سوري بالشكل ده. تمام؟ انا مش عارف ده ايه، ده دبليكيت، ده ديليت. ده اللي احنا عملنا له دبليكيت في الاول. تمام؟ واعمل ده كده بالشكل ده. فكده هو بيعمل ميرور على الاوريجن. تمام؟ طبعا كده هو بيعمل ميرور على الاوريجن مفيش مشاكل طول ما انت شغال. هو بص بيعمل ازاي. طبعا هنا عندك هنا في ايه، يعني هنا بيعمل سناب عشان ما تيجي تعمل طبعا كاركتر زي ما قلت لك انت بتحط ميرور وبتاع وبتعمل الحاجات دي كلها. فكده انت عندك الناحيتين، يعني كده انت خلاص عملت الناحيتين. حلو. لو قلت له زد وشيل الواي، بص بقى عملت ازاي. لا خليني مثلا ارفع ده لفوق بحيث ان انا مثلا لو عايز اعمل حاجه زي كده بالشكل ده. تمام. طب لو قلت له اكس خليني اخد ده الناحيه دي لو انا عايز اعمل حاجه زي كده. يبقى انا دلوقتي عندي الميرور اقدر استخدمها في مليون حاجه. تمام. بس طبعا الاحسن ان انت لما تيجي تستخدم تعمل ميرور لحاجه واحده بس. طيب خليني بقى الغي كل الكلام ده، خليني شغال على الواي بس. وعلى فكره ده الطبيعي ان هي يعني بالشكل ده كده مثلا. هو طبعا اتراجع شويه، يعني هو المفروض ان الاورجن بيبقى هنا، فانت بتاخد ده كده بتخليه بالشكل ده و يعني هي بتبقى كده اي شوز. يعني طبعا هي محتاجه تعديل بس احنا يعني انا مبسوط وهي شكلها كده. طيب دلوقتي ولنفترض مثلا ان انا عايز اعمل، بص كده خليني اطلع من ده، شيفت ايه، بلان، اخد البلان دي كده روتيشن واي بالشكل ده، اخليها مثلا 90 بالشكل ده كده مثلا، وروتيشن زد واعملها بالشكل ده كده، واطلع من على محور الزد واخد دي هنا كده وانجح حاططها هنا اس سكيل بالشكل ده كده. ولنفترض مثلا ان انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل مرايه بالشكل ده. هعمل الكلام ده ازاي؟ يعني مثلا اعمل لوكال ده كده عشان عايز اسحبها هنا. تمام. دي كده كانها مرايه مثلا وانا عايز اعرض الاوبجكت جواها. هخلي ده هو الميرور اوبجكت بتاعي. هروح من هنا واروح من هنا كده بالاي دروبر وقوم جاي ضاغط بالشكل ده. بص كده بقى هو ده المرايه بتاعتي. يعني بمعنى اصح ان انا لو مسكت الاوبجكت ده كده وبدات احرك بقى هو ده الميرور بتاعي.
تمام. خليني مثلا اروح على ده، طبعا انا عامل على الواي بس، خليني اعمل على الثلاث محاور، او مثلا يعني على الاكس كده خلاص. يعني مثلا على محور الزد خليني اعمل ده كده مثلا جي، فبقت دي كده ايه الميرور بتاعتي زي ما انت شايف. تمام بالشكل ده. فهو بيعمل مرايه على اساس الاوبجكت. طب دي لازمتها ايه؟ طبعا انا هقول له هنا ديليت، وهروح على ده طبعا اعدل. دي لازمتها ايه مثلا؟ لازمتها انك مش مضطر انك تعمل كده، يعني انت مش مضطر ان انت تحط الاورجن في النص او حاجه زي كده. ليه؟ بص يا سيدي، اولا انا هقول له هنا رايت كليك، واقول له هنا سيت اورجن جيومتري، او مثلا اقول له ايه اورجن تو جيومتري كده. خلاص الاورجن مظبوط صح كده، الميرور مش هيشتغل. طيب وانت شغال كده، عملت الكاركتر بتاعك مثلا، ولنفترض شيفت ايه، ما نزلت هنا مثلا سفير مثلا، ايكوسفير او سفير، ودي الهيد بتاعتك. فبكل بساطه بتروح على الاوبجكت بتاعك، بتقول له الميرور بتاعي هو الهيد. بص كده الهيد عمرها ما بتتحرك من هنا، خلاص دي كده الميرور بتاعي هي الهيد. خلاص انت كده كده اصلا بتقوم جاي رايح من هنا تقول له هنا ابلاي، خلاص الموضوع انتهى بقى. ده كده مش يعني 2 مش. تمام. وطبعا لما بتعمل هنا ابلاي، هو مثلا بس انا عملت دبليكيت من غير ما اخد بالي، عمل دبليكيت طبعا. اروح على ده مثلا، ادوس تاب، بعد كده هنا اقول له مثلا ابلاي، بعد كده اروح على سوليديفاي اقول له ابلاي. خلاص كده انا خلصت. بص انا للاسف طبعا عملت ابلاي يعني غلط، انت المفروض تعمل من فوق لتحت. فانا اقول له هنا ابلاي، اقول له هنا ابلاي بالشكل ده، يعني انا عملت الترتيب غلط. خلاص انت كده دول خلاص بقوا 2 مش جاهزين عندك، مفيش عليهم اي موديفاير، وكده كده خلاص يعني انت ظبطت الميرور بتاعهم. خلاص ده بقى انا مثلا عايز اعدله، شيفت ايه او شيفت ايه، لا مش شيفت ايه، رايت كليك، بعد كده اقوم جاي سيت اورجن تو جيومتري كده. خلاص اتظبط مفيش مشاكل. شيفت ايه مثلا، او مثلا برضو رايت كليك مثلا سيت اورجن تو 3 دي كورسر لو انت عايزه يترمى على تحت، في عندك هنا بس انترميس او حاجه زي كده. طب انا ولنفترض عايز الاورجن بتاعي هنا او مثلا في اي حاجه، عادي جدا بروح من هنا شيفت اس، تمام، كورسور تو سيلكتد، بعد كده اروح على ده رايت كليك سيت اورجن، بعد كده اورجن تو 3 دي كورسور. خلاص تمام. بعد كده شيفت اس وارجع الكورسور تاني للورلد. لما اروح على ده كده الاقي بص البيفوت بتاعتي فين او الاورجن بتاعي فين. خلاص طبعا انت مع الممارسه هتفهم الفكره فين. فدي لازمه الميرور، انت بتعمل مرايه، تعمل اوبجكت من الناحيه الثانيه يبقى نفسه هو الاوبجكت، خاصه لو انت مثلا بتنحت او حاجه زي كده، فتبقى طبعا حاجه كويسه جدا. لو انت بتعمل مثلا موديل لحاجه متماثله مثلا، يعني ولنفترض مثلا مثلا حاجه زي ده كده، حاجه زي ده مثلا، انا عايز مثلا اشتغل على الجزء ده، تمام. فبكل بساطه انا بريح دماغي خالص، اخش مثلا على رقم 7 وبس. طبعا ده مش متماثل، يعني ده مش ايكوسفير دوت مش متماثل خالص. فانا مثلا مش عايز ده خالص، شيفت ايه مثلا جاي منزل مثلا يوبي سفير بالشكل ده. دي مثلا دي حاجه متماثله، تمام اوكي تمام. خش على 7، خش على 1. اعتقد ان هو ما كانش متماثل عشان كنت بصيته من فوق اعتقد. خش على الايديت مود ديليت. طبعا انا هنا المفروض ادوس الت زد، امسح كل ده، ديليت فيرتسيز، ديليت فيرتسيز برضو، امسح كل ده بالشكل ده كده. خلاص انا مسحته، الت زد تاني، بعد كده اروح من عليه اد موديفاير، بعد كده اقوم جاي منزله هنا ميرور الناحيه دي، بقت هي الناحيه دي. لما اعمل كده وابدا يحرك اليمين زي الشمال بكل بساطه. مثلا ولنفترض انا رحت هنا كده خدت الاربعه فيس دول، تمام. بعد كده اروح من هنا اكسترود مثلا بالشكل ده على النورمال، حاجه زي كده مثلا. عايز مثلا ابص هنا، طبعا انت ما بتدوسش، انت بتدوس هنا حاجه زي كده مثلا، حاجه كده. طبعا انا بدي لك مثال، يعني حاجه ايه يعني مفيش
تمام، حاجه زي كده. طبعا انت عندك بقى المشاكل اللي بتبقى ظاهره هنا كده مثلا، يعني عندك هنا اكسترود، انديفيدوال اكسترود، ممكن اقول له اكسترود بس على فكره يبقى افضل. بعد كده ممكن مثلا نحل المشاكل دي بعدين، وهكذا بقى. انت عندك مثلا حاجه كده، تمام. بعد كده انت بتبدا تكونكت بقى البوينت دي مع بعض، تمسح مثلا الفيس وهكذا. تمام كده انا عملت مثلا كاركتر، اقول مثلا ديليت فيس، هات لي البوينت دي، تمام كده مع البوينت دي. وهروح من على مثلا اكس مثلا، اقول له هنا 0 بالشكل ده، خلاص تمام. وهكذا بقى تبدا انت بقى تشتغل على حاجه زي كده. فانت بقى خلاص بقى عندك اوبجكت اوتو سموث، خلاص بقى عندك اوبجكت دلوقتي انت بدات تشتغل عليه. بيفرق معاك بقى في ايه؟ في ان انت الجزء اللي انت شغال عليه على اليمين بيبقى هو الجزء اللي على الشمال. طبعا انا مش بتاع تحريك شخصيات، مش بتاع شخصيات اصلا، تمام. ولكن هنحاول ان احنا نقدر يعني ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل كاركتر كده يكون بسيط، تمام، عشان تقدروا تشتغلوا بيه. وبس يا رب يعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.